ازيكم واهلا بيكم في الحلقه الصباحيه الاولى من بودكاست ايه القلام. مش هنقول دي الحلقه رقم كام من البرنامج عشان احنا عارفين وزة بيتضايق مع ال WWW واللي ايه. وإزاي صباح خير. نأتيكم بالنشرة النشرة نأتيكم بالنشرة الإخبارية للثانية عشرة ظهرا. تين تين. اتفضل يا بيه. يعني يا جماعه احنا متعودين ان احنا دايما بنصور بالليل، ولكن عشان خاطر مصر وعيون مصر ومنتخب مصر واحنا قررنا ان احنا نسجل يوم الجمعه الصبح عشان نلحق نتفرج على الماتش يوم الخميس. وبصراحه عشان خاطر الفيوز الصراحة، لا أنا عشان احنا لما نتكلم في مصر هنجيب فيوز كتير. تعتقد دون فيوز. تعتقد ماشي. طب ديش يلا. سبب تاني اتكلم عن المنتخب. هنتكلم طبعا عن المنتخب، وممكن نعمل باور رانكينجز لأقوى الفرق لغاية دلوقتي في كأس الأمم الأفريقية، yeah. ونعدي على الديربي مدريد اللي برضه اتلعب امبارح بعد ماتش مصر أو كان شغال بعد ماتش مصر. عندنا مورينيو، عندي شوية رنتات عايز أرد على كارهين مورينيو ومنتقدين مورينيو. الجندر بيندر بتاعنا في الآخر برضه هنفضل في أفريقيا، متعة كرة القدم الأفريقية العالمية. مم. مفيش خالص النهارده. اديني يلا يلا مطرح يلا ما يلا يلا نخش بتديني. على المنتخب من غير تزويق ولا اي كلام كتير. يلا نخش على المنتخب على طول. ماشي ايجيبت. وانا هبدأ بحاجة. Yeah. روي فيتوريا غفلنا، ضحك علينا In a في good or a bad way. ايه ان باد واي ماشي. في تصفيات اسمها ايه، في تصفيات كاس الامم مم. والوديات اللي لعبها. قدم لنا كرة ممتعة، قدم لنا تحركات من غير كورة، قدم لنا ضغط عالي، قدم لنا كرة سريعة، قدم لنا سكسي فوتبول، قدم لنا البراند اللي احنا كنا بنحلم بيه. خلى الناس تقول ايه لعن ابو كيروش على الكرة اللي كيروش كان بيلعبها. انت كنت فين من زمان يا فيتوريا؟ وصل كاس الامم الافريقية ولا لقينا تكتيكات، ولا لقينا تحركات، ولا لقينا مثلثات، ولا لقينا اي حاجه. لقينا كروس اند ان شاء الله بيلعب تاكتكس جاست فايبز. يا اما باس تو صلاح وهو هيعمل اي باس روشه تطلع اي حد ونقول، يا اما كره هتقع على مصطفى محمد هيخلصها، يا اما مرموش هيتعامل زي ماتش غانا، يا اما لو مزنوقين زي في ماتش موزمبيق ودي الكرة على الوينج. انا عايز 6 لعيبه جوه منطقه الجزاء، انا حتى هنزل كوكا يلعب جنب مصطفى محمد وكروس اند ان شاء الله، وما عندوش حد بيعرف يكروس كمان. مم. بس فكابتن وز قول لي من اللي انت شفته في اول ماتشين دول، الراجل ده عمل ايه صح؟ ما عملش حق. انا هقول لك بس قبل ما اديك الحديده، روي فيتوريا عمل حاجتين بس صح في الماتشين. الحاجه الاولى تبديل تريزيجيه في اوكي. ماتش غانا، والحاجه ماشي. الثانيه انه بدا بامام عاشور في ماتش غانا برضه. بس ماشي. ما عملش اي حاجه تانية صح في وجهه نظري. مم. هل انت عارف اصابة صلاح قد ايه ولا لا؟ كان كلوب لسه بيتكلم على الموضوع، شفت ناس بتقول ان الموضوع اتس نوت سيريس يعني. يعني هيبقى موجود الماتش الجاي ولا لا؟ ما شفتش لسه اي خبر مؤكد، ولكن اشك اوكي لان لسه كويس. هيعملوا فحوصات. ماشي. اول حاجة بص اجيب لك من الاخر، احنا فرقتنا دي فرقة ريجيد قوي او ما بتتحركش، او هقول لك هختصرها لك في كورة كده. في كورة في الشوط التاني كانت عند منعم مم. في السنتر باك على الشمال، وعايز يطلع بيها على حد. الطبيعي في اي فرقة واحد التمانية اللي قصاده بيسقط. مم. في الباك الليفت ممكن يفتح وحد يخش كده فبيعملوا التشيب، او بيرجع للجون ويعملوا التشيب اللي هي الكور مم. التقليديه دي. بس في اللقطه دي وهو واقف على الكوره، النني حتى شاور للاتنين اللي وراه افضلوا فوق، مم. لامام واسمه ايه افضلوا فوق. مم. وفضل منعم متسوح، اما بصيها لحمدي اما رجعها له تاني، مم. لمحمد حمدي يعني. اما رجعها له تاني وفضل الشكل زي ما هو لحد ما امام قام ساقط، اما بصيها له اما رجعها له تاني. مم. مديها لحمدي اما مديها لامام اما رجعها له تاني، عشان ما فيش تحركات من غير كوره. مع ان في لعيبه تعمل كده يعني، امام مع مرموش وكانت خرجت ازاي في الاخر، قام حمدي لعبها طويله لمرموش، قام مرموش سابق الواد، الكره اللي الواد قام شده فيها ومرموش مم. كان طلب انذار. فهي عاده انت بتدي الكره لمرموش يتعامل، فاهم، مم. بيشوف هو هيعمل ايه يعني. تغييرة مثلا مصطفى فتحي بالنسبه لي كانت غريبه جدا، ان مصطفى فتحي مثلا لعيب حريف في كل حاجه، بس هو دايمنشن عشان هو رجله اليمين مقطوعه تماما. مم. يعني حتى الرفعات اللي بيعملها بيمينه دي اللي هي يا دوبك تلحق يعني. مم. انا كنت شايف ماتش زي ده، او في لما التغيير اضطر كنت لازم تنزل زيزو، لان زيزو عنده حركيه كده ان هو ما بيوقفش في حته واحده. مم.
بلس رفعاته اللي هي بتغلط الدفاع دي، اللي هي الرفعه القويه اللي بتبقى في م. مستوى معين دي هتبقى كويسه قوي مصطفى محمد. بلس ان الدفاع بتاع غانا مالطا ده كان ممكن يجيبه في نفسه عادي يعني. مهم. بلس ان انت اللي على الشمال مهاجم سواء مرموش او تريزيجيه، فانت لما تشغل ناحيه يمين بلاي ميكنج والناحيه الشمال هي اللي بتهدف، م. كان هيبقى الموضوع شكله متوازن الى حد ما يعني. م. بس في كده في وقفه في الموضوع انني مش كويس، بس انا شايفه بيشيل الليله عشان هو كالعاده هو بس السهل يتقال عليه الافيه لا يعني. بس هقول لك حاجه برضو، هو انني مش كويس بس اللوم الاكبر بالنسبه لي على روي فيتوريا في الحته دي لسبب ان هو دايما يعني شفتها كتير في الماتشين. زي ما انت شرحت اللقطه اللي هي في الاول بتاعت منعم، بتلاقي ان التاكتكس عباره عن او وقفه اللعيبه 2 1 2 5، ماشي. ان الاثنين السنتر باكين قدامهم النني، وبعدين في صحراء، بعدين الاثنين ايوه التمانيات ايوه والخمسه، والواقفين الثلاثه كده. المهاجمين والباكين ماشي. واقفين على خط مستنيين كرة طويله. مفيش حد يطلع بالكوره، مفيش حد ينزل ياخد الكوره ويروح بيها بول كارير. هو اعتماده على النني في حته ان انت عشان باسر كويس فانت هتودي الكوره، هتعمل لاين بريكنج باسز، هتختصر لنا المسافه. ماشي. فانت بتلعب بيه كستة وحيد والتمانيتين اللي معاه وحاططهم في الهجوم هم اصلا. فوق قوي فاحنا لما الكرة بتتقطع وحمدي علينا مش فاهم ليه فوق قوي كده، هو يعني قدراته الكرويه مش اعلى حاجه يعني. بالظبط. فانت كمان الكرة لما بتتقطع منا في اي كاونتر اتاكس او اي تيرن اوفرز، انت بتلاقي في صحراء في نص الملعب، واللعيبه بتاعتنا في الارتداد بتكون بطيئه. حمدي على فكره، حمدي فتحي بطيء، النني ضعيف وبطيء. شفناها في كوره في الشوط الاول، الواد مش فاكر اسمه ايه عدى من حمدي والنني هو اللي هو امام صباح رايح الفل. هو راح جابه من عادي بعيد جدا كده. صباح الخير. امام هو الوحيد النقطه المضيئه في بتاع ده. وانا شايف بصراحه ماتش كاب فيردي ما دام هو دو اور داي يلعب 4 2 3 1 بامام وحمدي بالظبط. والشليح بقى فوق. بس انا ممكن اقول لك حاجه حتى انا مش عايز حمدي فتحي يلعب. حمدي فتحي ما عنديش ثقه في مروان الصراحه. فاهمك. اللي يسيب حلاق يعمل كده في دماغه وعمره ما عندي ثقه فيه. لا بس انا هفهمك الفكره في ايه اللي انا شفتها. يعني انا كنت قلت لك ان حمدي يبدا 6 قبل ما نبدا، قبل ما البطوله تبدا، دي انا كنت موافق عليها. بس انا شفت ان حمدي الانرجي ليفلز بتاعته وقعت جدا جدا. مش عارف هو متاثر من الجو هناك، ولا هو عشان كبر، ولا هو عشان راح دوري مش عارف بقى غير تنافسي ولا ايه. بس حمدي فتحي ما حسيتش ان هو حمدي فتحي البولدوج بتاع الاهلي الجريد بس هو ده حمدي فتحي القتيل. كان البولدوج بتاع الاهلي جزء كبير من الدور ده كان يتحمله ديانج مش هو. يعني الديناميكية في العلاقة ما بينهم دي هي اللي تخليته عامل كده. امام ممكن يبقى كده، امام بيتوظف زي ما انت عايزه. المشكلة ان انت بتوظفه في اماكن، يعني انت وظفت امام في المركز اللي كان بيلعب فيه في ناشئين الزمالك اللي هي زي فالفيردي بس على الشمال، اللي هو يقف على الشمال ولما ينزل يدافع يبقى تالت نص ملعب. يا باشا اعمل كده، انا موافق جدا. 4 2 3 1 العب بتريزيجيه شمال ويعمل الحته دي عادي. العب مرموش تحت مصطفى والعب بزيزو يمين. كل حتى بمصطفى الاربعه اللي فوق دول عندهم ضمير. يعني تريزيجيه انت لما شفت التحم في الكوره، تريزيجيه هو السبب في الجونين. مرموش بينزل يعمل كل الواجبات الدفاعيه حتى لو مش مطلوب منه. مصطفى محمد 7000 مره لقيناه تحت. في كوره كانت على اليمين كان بيتعامل كانه باك رايت، هو فاهم الملعب. لما الباك رايت بيفتح هو بيقف يتعامل في الحته دي والجو ده. انا شايف احنا لعبنا بتاع ده بالذات ان هو هيبقى في لا مركزيه بس مش عشوائيه، لان هم كلهم بيعرفوا يلعبوا الاربع مراكز. يعني فلنتخيل مثلا ان مرموش مال على الشمال، تريزيجيه يخش سكند سترايكر ايزي لان هو بيلعب سكند سترايكر. لما مصطفى محمد يسقط هتلاقي مرموش قطع في ظهر الخط هكذا. عيبنا في وجود صلاح ان صلاح عايز الكرة في رجله دايما. ودي حاجه غريبه جدا. يعني صلاح دايما بياخد الكرة في المساحه، الكرة في رجله دي بياخدها في ليفربول في اخر التلت الاخراني اللي هو بيستلمها فبيقوم عامل اللي بوش رجله البراني دي، او بيقوم عامل اللي هي على الخط فيقوم مهاجم عاملها ومديله العرضيه التانية وهكذا. لكن المساحه اللي هو بيسقط فيها اللي هي ما بين الباك رايت وحمدي اصلا، يعني حمدي بيبقى فوقيه مش تحته، دي حاجه قمه في الغرابه. وبعدين بتخلي كل اللي هتعمله الحاجه واحده ان هي تستلم وتخش بيها دي وتقوم عامل التشيب بس اللي من فوق الناس دي اللي هي اسهل حاجه. هيقوم راجع الباك ليفت خطوتين وعملها بالهيد كده وخلصنا خلاص. فانا دي مش فاهمها. وحاسس ان في ماتش كاب فيردي محتاجين ان صلاح ما يكونش بيلعب ولازم نلعب كده للاسف. بس بعد بياند بقى المرحله دي نبقى عك وربك يفك يعني. بس في الماتش الجاي انا شايف كده
وعدم نزول زيزو الماتش اللي فات بصراحه استغربته جدا 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 يعني. استغربت برضو خروج مرموش اللي طلعه في الاخر. هو الماتش كان بيخلص ب6 مرموش اخطر واحد ما انا عندك. فاهم انت بتلعب على ان انت عايز تكسب، انت بتطلع مرموش وتنزل كان مروان عايز عطية خلاص، كمان. عجبته النتيجه بالذات ان غانا البريشر عليها عالي ان هي خسرت اول ماتش، ما تعادلتش، احنا تعادلنا ماتشين، فانت برضو بتبص بالمجموعه، بقيه المجموعه اللي بيحصل فيها. موزمبيق مثلا، تخيل هو هيقول لك ايه لو موزمبيق عملت نتيجه مع كاف فيردي يبقى تمام، لو كاف فيردي كسبت 6 نقط يبقى هي كده كده بعدت خلاص، سلام عليكم، واحنا بقى نكسبهم اخر ماتش ونطلع تاني مجموعه وخلاص. لان انت برضو زي ما بقول لك انت مش عارف انت هتلاعب مين، سواء اول او تاني او تالت او الكلام ده. غير ان البطوله واضح ان هي هتطلع دور صعايده يعني، زي الترنيب كده اللي اسمها استيميشن، ان كله مفنيخ يعني. محدش فاهم حاجه في البطوله دي، عشان كده انا بالظبط. بعشقها. عشان كده يعني هي جون زامبيا ده يختصر البطوله كلها. الجون العشوائي بتاع الاوت الاثنين لا ضحك قوي. في جون تاني استنى افتكر لك، جون ماتش غانا بتاع كاف فيردي، في واد استلم، مش فاكر الجون ولا بتاع، في واد استلم الكوره، قام واحد في غانا شاط الهوا والتاني قام شايط طيز زميله والجون نط على الهوا وقامت نازله الواحد في الولا حته حطها في الجون كده، كان جون جاحد يعني. فهي يعني بلاش نتكلم بالمنطق بطوله زي دي من الاخر بالزبط. يعني بالظبط بطوله لا منطق، بطوله ملهاش كتالوج كده بالظبط. يعني عادي جدا مصر تكسب كاب فيردي حتى لو هي احسن فريق في البطوله، عادي جدا ان احنا نلاقي احسن مستوى المنتخب مصر يكون يا عم عادي يبقى تصاعدي زي زي البطوله اللي فاتت وتلاقي نفسك في النهائي. بس انت شايف ان هو هيبدا بالنني بقى الماتش الجاي؟ بص هو في حاجه بصراحه انا كنت حاسسها يعني ان هو ما كانش عايز يبدا بالنني قوي، بس الماتش اللي فات بتاع النني ده كان الماتش المية ليه. تعتقد؟ يعني اتمنى طلعه من بدري تاخر قوي في تبديلته يعني. لا مش قوي والله يعني، طبقا لمواعيد تغييره في المطلق لا قشطه. التغييرات انا مش بحس ان هي اماني، امبارح ما حسيتش ان التغييرات كانت متاخره. بس انا ممكن اقول لك حاجه، هرجع بس للنقطه اللي احنا كنا بنتكلم عليها ان حمدي فتحي يكون موجود في الملعب. انا ليه عايز مروان عطيه؟ بص في لقطه في اخر الماتش الواد امام عاشور عمل انترسبشن، عمل سبرنتايه بنت كلب وقطع، عمل تاكل، قطع الكوره وراح بيها. نفس جون بيلينغهام في نابولي اللي هو بتقوم عامل كده تعدل على يمينك تحطها، بس هو برضه عيب امام الوحيد في الحته دي انه متسوح في دماغه بالستايل يعني. في الكوره اللي قام عاملها كده دي اللي هو كان ممكن يفاول مصطفى ومرموش جوه المنطقه، في كده تسويحه ستايل. الكوره دي لو راح شاطها شباشب وش رجله على طول فجر شباشب كده اللي هي كده وبتروح حتى بتلاقيها بتلف لبره من كتر ما هي وحشه، بس هتخش. لكن اي عامله زي تريزيجيه كده لما كان مهووس بالارتور. ما هو بقى عشان كده انا حسيت ان مروان عطيه وجوده في الملعب كمان حتى لو هيكون اضعف بكتير جدا من لعيبه الخصم، بس الانرجي بتاعته مهمه جدا. انت حمدي فتحي المفروض ان هو هيلعب على مروان عطيه او امام عاشور عشان اقوى منه، صح؟ تمام. طب بس هو اصلا ما بيجريش ما بيتحركش، ما مش ما فيهوش انرجي. فاهم ما بيضغطش على الكوره. حاسس ان المركز بس مركز 8 على اليمين ده بدعه جدا يعني حتى لما كان بيعملها مع الاهلي كان ديانج وموسلي هو اللي بيبقى على في الحته، كانوا بيلعبوا اصلا 3 فوق بعض مش جنب بعض يعني. كنت فاكر تلاقي عمرو السولية فوقيه ديانج بيقعد يعشوق كده وفوقيه حمدي بيخش مهاجم تاني جوه المنطقه، تحس ان هو كان 10 اكتر من اي حاجه. لكن في ظل وجود امام مع نني تحس كده ان هم ملفقينها، وعشان هم ما عندهمش الكيمياء دي فهم واقفين الوقفه الحفظ يعني. الكره اللي بقولك عليها دي ما واقفين هتلاقيها كانهم واقفين بقى فاهم على البورد يعني، النني واقف كده ولا اتنين واقفين بالظبط جنب بعض. اللي هو جميل يا جماعه انتوا فاهمين بس هي بس دي مش ادوار مراكزكم، انتوا واقفينها بس زي ما الراجل حطكوا كده على السبوره يعني فاهم. بس في حاجه برضو بلوم عليها المدرب كمان، ان التمانيتين اللي احنا لو لعبنا 4-3-3 يعني، ومع اني انا احب ان احنا نلعب 4-2-3-1 عادي جدا عادي جدا، بس لو لعب 4-3-3 تعليماته واضح جدا حتى في الماتشين اللي فاتوا تحركات التمانيتين ان هي تكون فيرتيكال. امام على حسب مزاجه، امام كتير كان بيسقط في الحته بتاعه الباك ليفت دي ويسيب حمدي يزق فوق خالص ومرموش يخش مهاجم تاني. بس انت بس دي بمزاجه اعتقدش ان هي باي ديزاين يعني. انت شرحتها اصلا قبل ما البطوله تبدا، موضوع المثلثات لما كنا بنتكلم ليه زيزو يبدا وليه كل حاجه، مفيش مثلثات. بس ليه؟ علشان مفيش حد من نص الملعب بيظهر. ايوه في مساحات يعني لو امام نزل تحت بتلاقي حمدي
ومرموش بعيد قوي فوق، وبعدين هو ما بيبقاش مثلث، هو بيبقى خط مستقيم، مم. ده بيوصل الكرة لده وده يقوم لعبها الطويلة لده، مم. بعدين نعك بقى وربك يفك. بالظبط. ناحية صلاح انا كنت اوصفها لك قبل كده الحلقة اللي فاتت او اللي قبلها، ان المثلث اللي ناحيته ده مستحيل. مم. صلاح بيقعد يعشوق و... وحمدي وعمر مفيش برضو بينهم التفاهم ده، او حمدي وهاني او ايا ما يكون يعني. ما هي فحتى المثلث اللي على الشمال ده الدشمل هي لو 4 2 روعة 3 1 من يعني. وجهة نظري يا باشا، انت عندك زيزو اديله حرية في التحرك، ان هو يروح يعمل مثلث هنا، يروح يعمل مثلث هنا، تحركاته كلها تبقى ان هي هوريزونتال، وعندك الاثنين الستتين بتوعك الديفندرين بتوعك مأمنين الدنيا، ممكن واحد منهم يكون بيزيد شوية، ده لو امام عاشور يبقى بوكس تو بوكس، وعندك حمدي فتحي هو اللي ثابت. مثلا انا شايف ان ده احسن بالانس، ولكن من اللي انا شفته من فيتوريا في الماتشين اللي فاتوا انا متاكد انه هيلعب بنفس الطريقه، برضه هيلعب 4-3-3، هيحط التمانيتين يطلعهم عالي جدا، واحنا بنهاجم هنكون معتمد على الستة ان هو اللي يطلع الكوره، كوره طويله، وحجازي عمال يلعب كور طويله قد كده. عندي مشكلة كبيرة مع حجازي بس يعني لا حلو عند حجازي، عشان اصلا عايز اتكلم على حجازي في في حاجه. في مراكز، بس اقول لك حاجة، في مراكز بحس ان الرغي فيها هري. اوكي. خلاص لا قول. هيلعب كده كده فخلاص ما علينا يعني. بس انا متفاجئ عامه ان هو احنا قبل البطوله برضو كنا بنقول ان عوده حجازي مهمه عشان هو هيعلي من مستوى عبد المنعم. عبد المنعم خرافي. يعني انا من كتر ما عبد المنعم كويس هو مخلي حجازي شكله وحش، بصراحه حجازي طبعا مستوى واقع. لا هو واضح حجازي جدا ان هو وحش حجازي ما يعني، بقاش حجازي بتاع بقاله زمان. شويه وحش يعني. حجازي وقت ما رجع من الاصابه على فكره ما لعبش 100 ماتش يعني، هو بالظبط. لعب ماتش الاهلي وبعديه ماتش او ماتشين في الدوري السعودي، واحد منهم كان اسوأ لعيب في الملعب. ف يعني على فكره انا يعني انا مش شايف ان هو وحش، ولكن شايف ان هو مش حجازي. يعني انا بقول لك عبد المنعم هو السنتر باك الاحسن بالنسبه لمنتخب مصر. هو انا اصلا لو تسالني مم. بس هي صعبه قوي يعني، يا نفسي نلعب ابراهيم 3-4-3 اساسا. 3 لا يا عم بقى بقول لك ايه. بالظبط لا نفسي زيزو ومرموش دول يتحطوا على خط واحد، والله هتشوف سحر. هو عملها في البري سيزون بتاع البطوله، بس ما شكلوش كده ايه، هفوا الشو انه يعملها. هفوا الشو. اصل انا حمدي برضو مش عاجبني الصراحه. محمد حمدي انا محمد حمدي على فكره عامل لا حرام والله عامل فيه واد مجتهد جدا، ما هو ولكن ماشي مجتهد يجيب 80% في ثانويه عامه، انا مالي يعني فاهم. بس هي بجد الناس بتلعب فيفا هتبقى هرشه الكوره دي، اللي هي الكوره اللي بتديها للبتاع تقوم دايس مثلث على الاخر، اللي هي اللي بتلف دي عشان يقوم مديها المرموش يطلع يجري على الباي لاين كده ويقوم عاملها. بجد محدوديه غير عاديه، وما بيستلمش كويس. وعلى فكره باك الطرف ده انه ما بيستلمش كويس دي مصيبه، لان انت الخط بيلعب ضدك، فانت لازم تستلم صح. وكل مره بتجيله الكره اللي هي متشعلقه دي بيقوم يستلمها لتحت ويبقى ظهره للملعب، حتى لو الفرقه اللي ضدك مش عايزه تضغط انت بتستدعي الضغط، لان انت وشك لجونك. هو ما بيعرفش انه يستلم دي ويفتح صدره ويفتح لكده، او يستلم برجله شمال وان هي تنزل حتى جوه قلب الملعب، او كل مره الكره بتجيله كده يقوم مستلمها كده. فبنتزنق بقى عاملين كده. الواد فتوح حريف وكل حاجه، ما اعرفش بقى بس انا هقول لك حاجه بس هيلعبوه ولا لا يعني. بس حمدي بجد معصبني يعني. بص انا شايف ان هو سوليد محدود، متفق معاك، بس انا كنت شايف كمان في ماتش غانا كان لازم يبدا ينزل فتوح اتليست اخر نص ساعه، ممكن، لان انت بتجري على او بعد ما تعادلنا يعني انت بتجري على انك عايز تكسب دلوقتي. تمام. او قبلها كمان بتجري على ان انت عايز تتعادل. خلاص انت نزل فتوح هيديك البعد الهجومي اللي ناقص من على الوينج، لان انت اصلا عمال تلعب على الوينجات والوينجين بتوع الباكين بتوعك زباله. عمر كمال يعني برضه يعني على قده على لو الله، هتقارني بين الاثنين انا مستحمل عمر اكتر. لا 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 بيطلع يعني ما هو بعدين ما هو بيطلع وبعدين مش عارف يعمل حاجه، هيرفع بيضيع لا رفعاته لا بيرفع رفعات الكرة الحمدي اللي حمدي رجعها ورا وبنخلص الهجمه يعني. مش يعني اصل البطوله دي كلها لو ركزت هتلاقي كل الفول باكات سد خانه يعني. كل الناس بتلاعب واحد كده يعني ملاش دعوه بالموضوع. بس مثلا كنت بتفرج على كوت ديفوار، هما مش عارفين هم عايزين يلعب شويه باوريه، شويه بواحد تاني، شويه التاني اللي عشان ده اسمه ايه، كونان ولا كونيه مش فاكر. مهم يعني عنده على الدكه الواد بتاع ليفركوزن دايما بنسى اسمه، هم بيلعبوا ب3 اللي هو بيبقى على اليمين في السنتر باكات ده. ده جاحد. انتوا يا جماعه الراجل المدرب بتاع كوت ديفوار ده اللي بيتفرج على ليفركوزن
هيهرش ان هو بيبقوا مطيرين فريمبونج كانه وينج مم. زي ما هو بيعمل مع اللعيب بتاعه سواء بوجا او بامبا، مم. والتاني ده بيقعد يتعامل كده في الحته اللي هي ما بين البتاع. كان هيبقى جامد قوي فيها يعني، يبقى شوف لان هو اصلا مهم جدا لاعب ويلكم تو ليفركوزن. مانشستر يونايتد. ده اي حاجه، انت لو كده كتبت كده. محمد النني اصلا لا تلاقيه مع ويلكم تو. فيعني مش مم. مهم كسونه من ما كسونوش. مم. التيتا ان انا بحس ان كله بيلفق وخلاص، مم. وحاسس ان كل المنتخبات فيها حاجه كده ان كله ما وصلش التشكيله بتاع. يعني المغرب لعبت شيبي وحكيمي فول باكات، مم. وزي ما قلنا وقعد مزراوي بس عملوا نتيجه وكل حاجه، بس مش حاسس ده اللي هيكمل بيه. في حاجه غلط في البطوله بالذات في مراكز الاطراف دي غريبه جدا. مم. فيش ولا واحد منهم كده يعني. حتى السنغال اللي انت قلت في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه. لان كل الفرق كل مات يعني كوت ديفوار لسه بنقول لعبت ماتش 4-3-3 ولعبت ماتش تاني 3-4-3. طب ما انا عايز افهم ليه الفرق كلها متسوحه والمدربين كلهم متسوحين؟ كل واحد شايف في ثغره معينه عايز يسدها حتى لو الثغره دي ما عورتوش حاليا يعني. بس هي البطوله كلها الناس تحس انها مش محضره لها، هي جوه البطوله بترتجل وتصلح وترتجل العشوائيه وتصلح. الافريقيه الجميله. طب اخر حاجه بقى ليها علاقه بمصر. امم تدخلتنا في افريقيا بشكل عام، بس انا عايز اختم مصر بس بحاجه. ايه روي فيتوريا امم فيرسز كارلوس كيروش. لا بدري، انا بحب كارلوس كيروش اكتر ما انا اصلا. يعني انا عندي حب بس لكارلوس كيروش. مش قادر ابقى ظالم او اعمل مقارنه دي دلوقتي، لان انت في المرحله دي بالظبط من البطوله اللي فاتت مم. كارلوس كيروش الصراحه ما كانش اتقال فيه ولا كلمه حسنه. مم. انت مم. فاكر مم. كان ماتش نيجيريا، مش فاكر كان انا ما اتفرجتش على مجموعات البطوله اللي مم. فاتت عامة. مم. بس كنا مش احسن حاجه، مم. وكانت البطوله العربيه هي اللي كانت بتديك بوادر امل. بس مم. اللي اقوله على الكيروش مش موجود في فيتوريا انه كان بيدي فرص للعيبه باريحيه اكتر. مم. يعني مرموش بالفورمه اللي احنا فيه ده يعتبر سبب كيروش، عبد عمر المنعم. كمال منعم الجو ده مم. بالظبط. الاريحيه في انه هو بيرمي اي حد، هو كده كده حافظ السيستم مم. اكتر من فيتوريا. لان فيتوريا فعلا لو مش اللعيبه معينه اللي لعب بيها بري سيزون اللي هو غير اصلا تماما، مم. ما بتلعبش بالاريحيه اللي هو متوقعها. هو في الاخر بعد عمل بري سيزون ده اما نزل الناس اللي طول عمرها بتلعب، او اللي سلاش اللي الجماهير مش هتقاير لو فاهم. انا بص فاهمك، ولكن انا مش عارف برضو، ممكن يكون ده رأيي علشان كيروش فاكر ان نهايته مش بدايته. بالظبط. بس انا ما بحبش لحنياكا، قلت الكلام ده هي ما كتير. فيهاش كتير برضو قوي. روي فيتوريا ما بيعملش بيعمل حاجات 7000 تحول. بعدين في المنتخب بعد ما شفته بصراحة بالدفشانة دي، لا محتاجين على الأقل تحولين ما بين وينج ونص ملعب، ما بين مهاجم وسكند سترايكر. مش عارف، بس حاسس ان انت ما انا الوقفة دي مش ايوه نافعانا بص خالص. انا معاك، ولكن يا جماعه احنا المنتخب بتاعنا واللعيبه بتاعتنا مهما كانوا كويسين فهم في الاول وفي الاخر على الله. فانزل واحد زي كيروش قول لهم يا جماعه السيستم بتاعنا بسيط، السيستم بتاعنا 1 2 3 4 مفيش اكتر ولا اقل. انا عايز رجاله في الملعب 11 راجل، وانتوا لو رجاله احنا هنكسب. هقربها لك. فاهم شفت قصدي؟ ماتش فلسطين امبارح؟ لا. ماشي انا هختصره لك. ماتش فلسطين ده عبارة عن 11 لعيب امم كورتهم على الله خالص، ماشي. ساذجين جدا. خلاص كده على منتخب فلسطين ماليش دعوه باللي بيلعبوه. امم بتاع ده نزل لهم واد في نص الملعب. امم عندهم واد الاول باك ليفت اسمه سلدانا ده كان بيلعب في فلسطين ماشي كده يعني فاهم. ماشي. واد حريف وكانوا بيلعبوا كده. منتخب فلسطين كان بيعمل ايه من الاخر؟ كان بيبقوا 2 على الطرف على عدلة رجلهم، 2 على الطرف على عدلة رجلهم. خلاص. وواحد في نص الملعب عطى جابر ده اللي نزل الشوط التاني برضه عنده خبرة عشان كان بيلعب في ناشئين الكيان، فلعب وشاف فرق أوروبية مهمة يعني. يدوا له الكورة يدخلوها نص الملعب، يقوم مديها لواحد تاني يدخلوها هكذا لحد ما يكريت 2 على 1. يقوموا عاملينها واحد رافع يحاولوا يجيبوا جون ما ينفعش اللي بعده هكذا. ليه بقول لك الكلام ده؟ الناس قدراتها ضعيفة فاختارت ان هي تلعب بالروح وتلتحم في كل كوره وتخبط في كل كوره. حتى الجون اللي دخل فيهم جاب سذاكه دي لان في الارتكاز راح فاتضرب، فالدفاع راح فاتضرب، فهكذا. احنا ما بنعملش ده. لو انت لو اخترت بتلعب بخطه ما فيهاش تحولات وفيها كده
لازم ال 11 لعيب بيحاولوا يبقوا كل مره نسبه الاتقان 100%. يعني اكيد منتخب فلسطين ما تمام. عندوش البتاع، بس 90% من الرفعات كان بيبقى شكلها خطر، مم. لحد ما المنتخب اللي ضدهم جاب جون في نفسه. مم. جاب جون في نفسه ده معناه ان انت قعدت تجرب الحاجه 7000 مره وجبت جون في نفسك، بلس ان هم كانوا هيجيبوا جون تاني. هل قدراتهم فشيخه؟ لا، بس هم عملوا ايه؟ اختاروا ان هم يلعبوا جمله واحده على مم. اقوى حاجه عند اللعيبه دي، وهي ان هم بيعرفوا يعدوا برجلهم واسع فبيرفع، مم. وان سلدنا ده حريف، حلو. وان شاء الله خير. حلو. بس هل احنا بنعمل كده؟ لا. هل نعرف نعمل كده؟ برضو لا. ليه؟ احنا الكلام بقى في موضوع اللعيبه. لا، منتخب التيك توك ده يعني ما عندوش اصلا الحته دي، يعني دومش الرجوله والنجاعه دي خالص. بس لا هو عندهم. يا عم هو افتكر. عندهم بس هو لا. لا عندهم بانت في الشوط التاني ضد غانا. بالحب انت بس احنا في غانا كده في حته ادرينالين، الاجوان ما كانتش ملعوبه، الاجوان كده هو يعني فاهم. تريزيجيه دخل حكر مع واحد، مش هقول لك حتى الفرص. مم. الفرصه التانية مرموش ضرب واحد على الشمال وخد الكرة قعد يجري بيها بعرض الملعب، الكرة اللي هو شاطها والجون مم. صدها دي. كرة تريزيجيه برضو التحام في حاجه كده. الجون كان برضو فيه حته جليتش كده، الجون الاولاني. الجون الاول تريزيجيه ضغط على الواد لغايه ما هو عمل باك باس ايوه بالظبط، وحشه. المرموش. فهو يعني مش لا ضغط افكتيف عشان فقطعنا الكرة ورحنا، ولا هو كان حاجه. فهي برضو اللي جبت بيه الاجوان يعني لا تمت بصله لطريقه اللعب حتى بعد التغييرات. 100%. بس تمت بصله لايه؟ ان العيال قررت ان هي عايزه تجز، العيال قررت ان هي عايزه 2 تكسب. لعيبه مش الفرقه كلها على فكره، يعني كان امام امام وتريزيجيه ومرموش، وايا ما كان اللي هيبقى ناحيته، فاهم بالظبط. بس هو ده انا بقول لك، انا ليه قلت منتخب فلسطين؟ علشان انا شفت الماتش قبليه على طول، بلس ان انا اللعيبه دي فعلا قدراتها اقل من ان انا اقول على الله. يعني هم بجد بيعملوا الطبيعي، بس ان هو المدافع لما بتجيله الكوره بيطلعها بالهيد على جنب. عارف انت لو قريت كيف تصبح لاعب كره قدم، هم ما طلعوش بره. وهذا يكفي في المراحل دي، مع كامل احترامي يعني. حتى والواد ده راجل، انا مدي اكزامبل بيه عشان هو راجل. محمد حمدي عنده نقص تغذيه، يعني اللي انا لسه الجمله اللي بقولها لك بتاعت فلسطين دي مش عارف يعملها. لو اتشقلب مش عارف يعملها. بلس ما بيرفعش كويس اصلا، يعني ما عندوش حته، يعني فتوح زفلوط فهيعملها لك جميل. مرموش وهو قافر على الشمال جميل، حلو الكلام ده. مش صلاح مش لحد دلوقتي ما جاش البطوله. مصطفى فتحي احنا مش بنلعب بتروجيت، ملوش لازمه غير ضد بتروجيت بجد يعني. لعيب ضعيف بدنيا، بيرتجل طول الوقت، مش عارف عايز يعمل ايه بالكوره. طول ما الكوره على شماله هو حتى مش عارف عايز يرقص في انهي ناحيه، يعني بيعمل فنت على الواد وعلى نفسه. يعني في فنت باللي عملهم، عمل كده وشبه وقع في الارض وقام زي الارض بايده وتقام تاني. فلا جدوى منه يعني. انت بقى عايز تعمل كده، لعب لي زيزو مع عمر كمال على اليمين ويقعدوا ليه لعب لي فتوح مع اي حد من الاسمين اللي على الشمال وتقعد كده. مصطفى محمد كده، نزل اكتر 3 في الملعب عندهم استامنا. مش فكك بقى من الكرة تماما. لو انت عايز تعمل كده وبدون تحولات، ايوه حط لي اعلى 11 فتنس في الملعب، واقول لك حاجه، وتشيل حجازي بقى وتشيل بتاع ده حاجة. وتنزل لي شويه عيال مترمله ويعك وربك يفك. انا عايز 11 واحد مترمل. لو احنا ده اللي انت عايزه ولا لا. لو عايز نلعب لو بالطريقه هنلعب كوره ستريت فورورد، شوف لي اكتر 11 مترملين في الفرقه لعبهم. ما تقعدش بقى تبص لي على القدرات وبتاع، اللي هم هيبقى ياسر ومنعم فتوح واسمه ايه ده، عمر او هاني، الاثنين ترامادول حتى الموت يعني. فكك من صلاح خالص. زيزو وتريزيجيه مرموش ومصطفى محمد، نص الملعب فوتته. اي 2 شادين سطرين، امام واي حد جنبه مش فارق لي والله العظيم. اي 2 امام واي حد جنبه يقعدوا يجروا لحد ما تموت. لو عندك 5 تغييرات، هتطلع اللي مات تنزل واحد جديد يكمل ترمله في الملعب، خلصنا. اسهل خطه في التاريخ. حلو. بس لو لعبنا بيها هنبقى كويسين، لان انت الكل افريقيا كلها، وهي ده اللي رايحين له في الجندر بندر، كلهم ما عندهمش انتماء ولا عايزين يلعبوا اصلا وعايزين يروحوا البيت. انت هتقعد تجري لهم نفس الجري 4 مرات هيفكس في ال5. شكرا بس خلاص. هل انت بقى بعد كل المونولوج ده عندك الناس دي؟ انا قلت 11 بالعافيه يعني، وجملت 3 منهم مثلا. جملت 3 منهم فعلا.
طيب. هل لما صلاح يبقى سليم هتعرف تقعده؟ لا طبعا. لا طبعا طب مستحيل. خلاص كل اللي انا قلته ده اترمى. طب ممكن اسالك سؤال؟ اه. هو صلاح لو فعلا اصابته طويله مم. هيرجع ليفربول؟ لا ما يرجع بقى خلاص. طب قشطه، هي دي نقطه حوار لذيذ الصراحه. لما خرج لا بقينا شمت قاري على فيه؟ فكره، بس دي مش هشيلها لصلاح عشان وكده. لا 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 لا, لا. 90% من المنتخبات اللي عندهم نجم فوق العاده بيبقوا احسن من غيره. يعني شفنا في كاس لا العالم لا مش ده قصدي، كريستيانو مش ده قصدي، مش ده لما قصدي بيطلع خالص. البرتغال بتبقى احسن. مش ده قصدي خالص. آه. اللي قصدي عليه هو في موجة كره مم. لصلاح شويه لحد ما، ماشي. وانا كنت راكب الموجه دي وممكن لحد دلوقتي برضو بسبب لا موقفه وانا منها، بس المتخاذل. لا تعنيني يعني. ما حلو. آه. بس بصراحه مم. منظره وهو خارج صعب عليا كلاعب صعبش كوره. عليه غالي. لا كلاعب كوره يعني، أو مش انا لعيب كوره بس انا اصلا ما اعرفش هو اتصف فين. هو كان ماسك في في جسمه الخلفيه، في يعني. الخلفيه، ماشي. في الخلفيه. بس هو شكله كان اللي هو بيقول ليه كل مره انا، هو باين على وشه قد ايه هو فعلا نفسه ان هو يعمل حاجه ومتضايق ان كل مره هو اللي بيتصاب. هو اللي ناقصه انه يعمل حاجه مع المنتخب، وغالبا حاسسها من سخريه القدر انه ممكن يبقى بره البطوله فنعمل حاجه. تخيل. زي بتاع دروجبا، فاكر دروجبا؟ مرة. دروجبا يقعد يأهل كوت ديفوار الكاس العالم ويوصل فاينالات. اول ما دروجبا اعتزل كوت ديفوار عملت ايه؟ كسبت البطوله. بس في حاجات كده بتبقى فقر معين في الكوره، فاهم يعني؟ انا متاكد ان البرتغال تكسب كاس عالم يوم ما كريستيانو رونالدو يبطل وش كده. يعني هو كسبوا اليورو وشكرا بقى. ينتحر فيها والله ينتحر فيها. ينتحر، يعمل بتاع طويل باليوروهات والدولارات بقى. طيب نعمل باور رانكينج ولا مش لازم نعمل باور رانكينج؟ مش حاسس بعد الجولتين دول، وزي ما قلت لك كل فرقه مش عارفه هي عايزه تعمل ايه في حياتها قوي. ان ده الرؤيه وضحت شويه على الفرق ومستويات الفرق وكل حاجه. وضحت وما وضحتش يعني لا. وضحت في فرق، وفي فرق تانية وضحت ان هم مش عارفين هم عايزين يعملوا ايه. احنا من النص التاني. ماشي. واخر حاجه عايز اقولها ان عايز محمد الششتاوي يرجع مصر ويودوا محمد الشناوي يقف جون المنتخب. عشان احنا بنلعب من غير الشناوي فما ينفعش. الشناوي المفروض كابتن يعني. انت مشكلتك معاه كأداء ولا انه ما راحش وراح واحد تاني، راح شبيه محمد الشناوي. ما اعرفش واحد شبيه فعلا ساب التيك توك وراح وقف، ولا ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم مين ده. بيمسك الهوا وبقاله ماتشين يعني. التانية هنقول لا بس هو ما غلطش كتير. هو عنده الحته دي. اخر كوره في ماتش غانا دي كان هيودينا في واحده حلوه قوي اللي مسكها من فوق بتاع، لا غالبا كانت اوفسايد، بتاعت في اول ماتش غانا. بس الجون التاني بتاع قدوس ده، عارف لما بيحصل لك جليتش وانت بتلعب فيفا؟ ايوه، ما هو الجليتش اللي حصل ان هي خبطت في منع. لا ده هو حصل له لاج يعني. هو اصلا ايده بتمدها متوقفه في النص كده. ايوه وزه ديفليكشن يا وزه. يا عم مد ايدك اتشقلب. لا طبعا يا وزه بتحصل في مليون. امبارح اوبلك لسه حاصل له نفس الديفليكشن، بس عمل حاجات بايده كده. ايوه ده اوبلك. ده اوبلك ماشي. ما ده الششتاوي بقى اصلا، مش الشناوي. لا طبعا انت انا مش شايفه زي الخرا. والجول الاولاني زي الخرا. ما بيمدش ايده للاخر. انا معاك فيها. مفيش حد بيمط لي عامل كده. ماشي انا معاك جدا. هو الجول الاولاني الجول الاولاني غلطه كل الناس يعني. ما هزار يعني. بس هو برضو رايح عامل لي كده. ده مش الشناوي. لو كان فرد دراعه كان جابها. كانت جابها هنا يعني. كان جابها زي الفولي كده يعني. فانا مش فاهم. نطه غريبه جدا اللي هو بينط كده. طب ما تفرد يا عم. ما في ميم بتاعه اللي هو بايدين قصيره ده. ايوه شفتها. هو الجونين ايه كده يعني. الجون التاني ديفليكشن بس عامل كده. انا مش فاهم ايه ده. طب ماشي يعني دي تعملها لما بتكون في عرق تحت بطاطك فمكسوف فعمال تعمل كده. احنا في ماتش كوره. ايه ده؟ ماشي خلاص. انا هقول لهم، هبعت للاتحاد اقول لهم يبعتوا محمد الشناوي. مش ممكن يعني في ايه يعني انت كتير كنت بتبقى دفاعك ملط والجون بيشيلك. لكن كده كتير يعني تمام. ما علينا. ماشي. انت رحت الاوبلك مدريد. انا بقول لك ايه، بس انا هضرب مدريد 2-1 بقى. إيه؟ عشان في كلاسيكو اصلا كان اهم لي من ماتش امبارح. ماشي كده. بس انا يعني رسميا بعلن ان انا هتبنى فريق ريال مدريد لاخر السيزون. شكرا. لان انا بعشق ريال مدريد. انا كنت بشجعهم ضد اتلتيكو مدريد كانهم انا ما اتضايقتش قوي من النتيجه الصراحه. الماتش حلو قوي 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 بجد. كل ماتشات ريال مدريد اللي انا بتفرج عليها طبعا بتكون اغلبها الماتشات الكبيره، بستمتع بالكوره بشكل مش طبيعي. لدرجه ان انا بتفرج على الماتش قاعد بفكر اللي هو السيتي كانوا كده السنه اللي فاتت.
سيتي كانوا ممتعين كده السنه اللي فاتت، يعني هم كانوا دايسين السنه اللي مم. فاتت زي ما مدريد لا احنا دايسين السنه دي شبه الموسم التاني بتاع زيدان. اوكي. فاكر الثري بيت؟ امم الموسم اللي في النص اللي هو كان عندنا كل الناس، كان عندنا الفرقه الاحتياطيه كانت خامس وموراتا ولوكاس واسكو الناس وكوفازيتش والناس اللي بيقعد ينزلهم زوربيح كده في وسط في الملعب، وكان ناتشو بقى وما اعرفش مين، يعني كان في فرقه لذيذه. كان ساعتها الواد دانيلو لسه في ريال مدريد وحكيمي لسه في ريال مدريد. حاسس ان الفرقه دي شبهها لان انت عندك في كل مركز 3-4 وكلهم فيرساتايل بيعرفوا يلعبوا كذا حاجه. هبدا بماتش اتلتيكو بس عشان هي كلمتين ملهاش دعوه بالتاكتكس ولا حاجه، بس ماتش اتلتيكو انا ما اتضايقتش فيه ليه؟ لان هي دايما ماتشات اتلتيكو واحده عليك واحده علينا، فاحنا كسبناهم فطبيعي هيكسبونا، وانا كنت مستعد ان انا اضحي بالماتش ده عشان عندنا ماتش اخر الشهر ضدهم في الدوري وراه جيرونا. لو كسبنا الماتشين دول وهم قبل ماتش لايبزيج بتاع الشامبيونز ليج فاعتقادي الدوري خلص خلاص. فانا كنت عادي اضحي بالبتاع ده. بلس بقى حاجه كمان بس دي معنويه بحت، ريال مدريد كده حاسس ان في حياتي عمرنا ما هناخد التريبل. خلاص عمرك ما تاخد كاس دوري تشامبيونز ليج. الدوري حاسس ان السنه دي سهل. اوكي الصراحه يعني تشامبيونز ليج سهل؟ لا مش لدرجه سهل، بس عندي امل في الشامبيونز ليج، وكانت الحته بقى اللي انا عارف ريال مدريد فيها ان احنا لو وصلنا بعيد في الكاس هنضحي بالشامبيونز ليج. اوكي ماشي، بس هو فما دام انت طلعت من الكاس يبقى فرصك في الشامبيونز ليج عاليه. مش حاجه مش حاجه كوره، هي فاهمك عوالم مدريديه كده. فاهم. انت احنا مستحيل ناخد التريبل لو الدنيا اتشقلبت كده. زي ما مشجع ارسنال مش هيشوف ارسنال بتاخد دوري تاني في حاجات كده فاهم. عجبني الدسايه اللي في النص كده العنقاء يعني مش هتحصل. أنا اسالني في ريال مدريد زي ما تحب محتاج بقى. اتكلم معاك في حاجه كنا اتفضل. اتكلمنا فيها في حلقه بصراحه. هاشتاج ويز ذا نوز. الله يبارك لك. لونن طبعا شفت الكرة الكاسياسية بتاعت امبارح دي اللي هو كاسياس اصلا دخل اللي هو كتب له على تويتر اللي هو ماي بوي يعني. دي تريد مارك يعني، واتردد بجون. يعني انا قلت لك كنت شاكك يعني ايه يكون عندك دخيه بره وتقدر تجيبه وتقول لا انا هعتمد على الحارس لونين ده التاني. كويس هيجيب من واحد هو صغير يعني. لونين كان بيقف في كاستيا تقريبا، احتمال تكون فاتيه الفتره اللي كان فينيسيوس فيها في كاستيا، فانا كنت بتفرج عليهم عشان فينيسيوس، ففاكر ان كان عندنا جون اوف حنار يعني. اوف حنار. وكان اوديجارد بيلعب في الفرقه دي كمان. كان زيدان بيكرهه. تعرف ان اوديجارد كانش بيلعب في الناشئين لما كان زيدان بيلعبهم؟ ليه كان بيكرهه؟ عشان كان فاهمك باين عليه. فينيسيوس في حاجه برضه خدت بالي منها، ان فينيسيوس حتى وهو وحش شكله ممكن يبان ان هو كويس. هي واحده. وبعدين فينيسيوس ميزته وعيبه في نفس الوقت. فينيسيوس بشوف ان هو بيلعب حلو او وحش بمزاجه. يعني هو عنده القدرات انه يبقى 90 دقيقه يعني فاهم يفرشخ اللي قدامه، وحتى وهو وحش بس هو بيركز في حاجه واحده بقى. يا هركز على شخصانها مع الشخص ده، هركز ان احسن ابقى احسن لعيب في الماتش. فهو دماغه ضحكني جدا. في كوره جايه له وعمل باس بكعبه كده، كان على الخط وانشلوتي واقف وراه وبعدين بص له ليه يا ابني؟ شفتها وده احنا خسرانين. ايوه وفينيسيوس اللي هو بص له هو ما كانش قدامي اوبشن تاني. وفي واحده تانية اللي لعب ثرو رودريجو قعد يستلمها في سنتين، الكره دي استغربتها جدا. اما هو راح واخدها مكملها كان هيجيبها جول. انا عندي سؤال بعد ما تشواميني نزل روديجر انا كنت شايفه في نص الملعب اكتر من الدفاع. خدت بالك من الموضوع ده؟ ايوه ده احنا دي بتلعبها على طول. فاكر لما قلت لك في حلقه اللي اتكلمنا عن روديجر ان احنا ما بنوقفوش ورا بعض، ان اللي بيخش واحد على واحد هو اخر واحد والتاني كده. هو كان قلبها مع ناتشو يعني، لان مرتب كان مايل في حضن ناتشو. انت لو خدت بالك الماتش كله تلاقي مرتب في حضن ناتشو، فروديجر كان بيبقى فوقيه عشان كده. هي نفس البتاع بس اتقلبت يعني. بس غريبه جدا. ده ريال مدريد بقى، انت لو تتفرج عليه كتير هتلاقينا دايما بنقف في وقفات ريسكي كده. تلاقي كارفاخال واقف برضه في حته ريسكي دايما. فالفيردي بقى سبب من الاسباب ان احنا ما سفلتناش امبارح ان فالفيردي كان مش في يومه قوي. تشاوميني كان سيء. تشاوميني في حاجه غريبه. تشاوميني بيبدا دايما الموسم احسن ارتكاز او من احسن 3 في العالم، ياخد اصابه يرجع مش شايف. فمش عارف الموضوع ده ايه، بس المره دي كويس ان الموسم ده هو اتصاب بدري.
فهيرجع عنده عنده فرصة إن فرصة. هو السنة بالظبط. اللي فاتت هو اتصاب ورجع على ماتش السيتي، مم. ماتش تشيلسي حاجة كده، فما كان في وقت اللي ذاكر خلاص. اوكي. مش بس، واحنا محتاجينه. انا في ماتشات مش هينفع فيها توني كروز. حاجة أخيرة بقى على ماتش أتلتيكو، ودي الوم فيها أنشيلوتي. احنا بقالنا سنتين هو مصمم يلعب بمودريتش ضد اتلتيكو مدريد بين مودريتش وكروز، وده اكتر ماتش في ال 38 ماتش ما ينفعش يلعبه مودريتش. اكتر ماتش بيسبقه في الدنيا بالظبط. ودايما اللي بيلعب ناحيته بيبقى كويس. يعني في الماتش اللي فات بتاع السوبر لعب في العمق، جريزمان كان احلى واحد في الملعب. السنه دي اما لعب الماتش ده اما لعبه على الطرف عشان اللي هو يعني يساعد كارفاخال. لينو كان عاش وحلاوه طبعا. فماتشات دي مش محتاجها. انا لو عليا بصراحه يعني نفسي جدا جدا اشوف ابراهيم وبيلينجهام الاثنين في الملعب. ابراهيم ده دبانه. واللي في نص الملعب جنبهم كامافينجا وفالفيردي. هيبقى عندك اتنين على عدلة رجلهم بيعملوا مجهود رهيب، وعندك اتنين عندهم ضمير فوقيهم، بيلينجهام وابراهيم الاثنين بيرجعوا يدافعوا، وسيب بقى رودريجو وفينيسيوس يعيشوا الخيال فوق يعني. والاربعه فيهم بينهم عدم حركيه كده، بس هو مش راضي يعملها. دايما لازم يقوم راشق مودريتش او راشق كروس او راشق تشاوميني مع الجوز اللي انا قلتهم. والله العظيم انتوا عالم مدلله. ما انا عارف متضايق ان واحد بيلعب بمودريتش وكروس. لا بس هو انت عشان 38 سنه برضو يعني حتى وهو 38 سنه احسن من عيال عندها 23 سنه. ايوه، ما عشان هو احسن واحد في تاريخ هذا المركز، ما ده برضو طبيعي يعني. انت بتتكلم على اتنين احسن اتنين في تاريخ مركزهم، فاكيد لو 38 سنه هيبقوا 7 من 10 من نفسهم، اللي هو احسن من اي حد في مركزهم. بس انت عندك ناس بتديك 9 من 10 وفتنس ليفل عالي وبيعلوا الريتم ويوطوا الريتم ويعملوا كل حاجه. وماتشات يعني ماتش الميريا اللي جاي ده اعتقد ان سهله قوي انك تعمل الخطه اللي انا قلتها دي، أو يعني احبذ يعني مش محتاج 3 في نص الملعب خالص. هو انت عايز ايه من ماتش برشلونه؟ انا شايف ان هو بلو اوت يعني. مدريد لا ما كنت مبسوط منه، يعني. كنت مبسوط منه ان احنا كنا في سفلته كده وفي شويه تويكس كده عملها بتاع. ان هو كان مثلا هو عارف ان اروخو هيبقى مهمته يمسك فينيسيوس طبعا، قام رامي رودريجو عليهم. يعني انت دايما كنت تلاقيهم بعدين عن بعض. لا هو رودريجو كده غير واحده بنستقبل لعب اللي هي جت منها الجون التاني، ان هو كل واحد وهو بيستني الكوره بيروح يستناها بره عشان الاثنين سنتر باكس مش عارفين يعملوا ايه. بانت قوي في الجون التاني. بس عاده طول ما انت بتبني مش مرتدات، بتبني وبتنقل وكده، بتلاقي رودريجو قام رايح على فينيسيوس كده. فرودريجو بقى في حضن كوندي وفينيسيوس بقى في حضن اروخو، وبقيه الملعب طبعا ما لهمش اي دعوه. كده كده ديونج كان موجود عشان يترقى الماتش ده. مبسوط قوي 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 ان ديونج يعني اتشخلع. المهم يعني فتسليمه اروخو الفيني مش واحد على واحد بس، او كان مسلم واحد على اتنين، عشان دايما كوندي عنده عوار في قرايه المساحات. بانت قوي في الجون الاول الثرو اترمى في ظهره ده، ثرو بيضحك يعني هو اصلا راح لازق في حضن اروخو وقال ايه هم عاملين فينيسيوس ساندوتش ما بينهم. يا جماعه ما هو ده مش بن محطوط على السبوره، ده واحد انسان وبيجري اسرع من كنتوا الاثنين، وتلابس ثرو قام رايح. فالحته اللي هو حط فيها فينيسيوس وانه رزق رودريجو عليه دي كانت صايعه جدا، بالذات ان هو ساب بقى مساحه بقى الارض البيلينجهام يتحرك فيها براحته يعني. فودى هنت يعني انا اقول لك حاجه، انا كنت شايف ان برشلونه ونابولي ده برشلونه تخش تسافر نابولي، بالذات نابولي في الفورمه الزباله اللي هم فيها دي. بس لو الراجل بتاع نابولي ايا بقى ما يكون اللي هيبقى في الماتش الجاي يعني بتاع برشلونه، لو شاف الحته دي في الحته اللي انت عندك نقطه قوه فيها كفارا، وقمت انت بس قلت الاوزيمان ميل شمال شويه وخلى الحته دي زيلينسكي اللي هي على اليمين دي زيلينسكي يروح فيها مع بوليتانو، انا بقول لك برشلونه هتخسر رايح جاي. لان برشلونه ده نقطه ضعف رهيب في خط الدفاع ده، بالذات ان انت عندكش ارتكاز. يعني الجري اللي بقول لك زيلينسكي هيعملها او بيلينجهام كان بيعملها، مفيش حد بيروح معاه من نص الملعب. ديونج كأنه نفس فكره توني كروس، هو مسرح شعره طول الوقت. هيبقى حلو الكرة في رجله بس مش هيعرف يعمل لك الحته دي يعني. انت بقى هي دي، حتى بوسكيتس ما كانش بيروحها بس بيقوم ايه قافل لك الحته دي، فلما يجي يلعب ستروي يقوم قاطعه واخده من مهده يعني. لو كده انت محتاج واحد بقى بيجري. روميرو ما عندوش الحته دي. هم عندهم فرصه ان هم يجيبوا حد في يناير بس هم مش لاقيين ياكلوا. بالظبط. وانت بتتكلم على نابولي، في احتماليه اصلا قريتها اشاعه ان مورينيو عرض نفسه على نابولي، واني اتمنى
اتمنى تتمنى؟ فشخ اتمنى مش حاسس. لاسباب واضحه وصريحه ان انا مش عايز برشلونه يتاهل. اوكي وش ماشي عشان كده كده فاهم. تمام. لا ومورينيو مورينيو فرقه نابولي دي لايقه جدا عليه على فكره، مم. جدا، لان هي بتلعب على التحولات والمرتدات، مم. وعندك واحد في نص الملعب بيعرف يعمل لك تحول، ده اللي هو زيلينسكي، مم. وعندك اتنين هيبقوا خدامين، انجويزا ولوبوتكا. مم. هي فاهم بس بلاج انا اند بلاي حاسس يعني. انا حاسس ان هي تو سون على مورينيو ان هو يروح فريق تاني جوه اصلا الدوري ما هو الايطالي. حافظه يعني، حاسس انه ابجريد كويس، وبصراحه ماتزاري بس البريك اب ده انا بتكلم عن الموضوع. يعني ممكن السنه الجايه مورينيو يبدا مع نابولي اقول لك اوكي، بس البريك اب ده بين روما وبين مورينيو حاسس ان هو صعب على مورينيو، صعب على جمهور روما، صعب عليا انا، وانا اصلا مش بشجع روما، لان الراجل مع روما كسبهم اول كاس اوروبي في تاريخهم، كسبهم اول كاس في 14 سنه. ماشي النتائج ما كانتش احسن حاجه، يعني هو لعب 138 ماتش توتال، كسبان 68 ماتش، معدل نقطه فاصلة 7 في الماتش الواحد، تمام. واظن الوين برسنتج بتاعته كانت تحت ال 50%، وده اظن الفريق الاول او الفريق الوحيد لمورينيو ان هو ما يكونش معدي نسبه ال 50% بس هو ده اضعف فرقه هو مرنها في بالظبط حياته يعني. بالظبط. فمورينيو كعادته هو شخص جدلي، تمام. ماشي. واقالته المره دي اثارت الجدل في الناس اللي شمتانه فيه، واللي بتكرهه، واللي شايف ان هو مدرب وحش، شايف ان هو يستاهل ان هو يترد، وفي الناس بحس دي بابليستي ستانت واضحه يعني، مش بتاعت روما اقالته. لا الناس اللي يعني ان انت تطلع مورينيو على المسرح عشان اداؤه مع روما، ده لايكس وريتويتس يعني واضحه وصريحه تمام. يعني، مش لا مش في ناس بتاع. في ناس وبعدين مشخصنينها، اللي هو مثلا يكون واحد بيشجع يونايتد زمان انا هارش. انت شايل بتقول من على ايه؟ مورينيو في فهو خلاص اتيتيود فاهم. معين اللي هو بتاع اتيتيود جون سنو ده، اللي هو هطلع الصيف وحارب الحرب الوهميه. بس يا جماعه ممكن حد يعمل كده عادي يعني، عادي. انا نص بوستاتي عن الاهلي عندي بتبقى لهذا السبب، ان انا ببقى قاعد زهقان في الشغل، فبقوم رامي حته سكر في مكان مليان نمل. الموضوع ما فيهوش اي نوع من الشجاعه، انت بس بتعمل كده يعني. انت يا عم يوم ما تقول مورينيو ده مالطو وطول عمره مالطو بتاع، الناس تعمل لك ايه؟ تقعد تشتم في الكومنت، فانت تقعد تعمل وخلاص خلصنا. الموضوع مش ما باخدوش محمل الجد قوي يعني، فاهم؟ انا صراحه خدته محمل الجد، لان مورينيو بياخد يعني هيت وديسريسبكت كتير جدا. كل حد اللي عنده طار معاه، بس يعني لحظة. اللي بيشجع برشلونة عنده طار، تمام. اللي بيشجع يونايتد عنده طار واضح، تمام. ارسنال عنده طار واضح طبعا، لان الههم الاعظم كان بيقول عليه فاشل، وهو كان فاشل الصراحة. ففي بيف في كل حتة. تشيلسي هو البيف الوحيد اللي مش هبقى فاهمه بالنسبة لي، انه ما كران بحسش ان جميل في يعني. بيف عامه ما بالظبط يعني، احنا كريم مدريد ما فيش بيف قوي، بيف. كان في ساعتها اللي هو انتر ميلان مفيش متضايقين بيف. لكاسياس بالظبط كده. فالبيف بتاعه مع ناس واضحة مم. وجماهير واضحة مم. لأجندة واضحة، فأنا مش بشوفه شيء عام، بشوفه مم. يا بتحبه يا ما بتحبوش. وكل الجمهور اللي أنا قلتهم بس- دول هتلاقي في واحد مشهور منهم مم. سواء على يوتيوب أو على تويتر أو كده، لو غمضت عينك هتلاقي إن هو بيعمل كده. فالموضوع بالنسبة لي نفس فكرة كارهين الدون هم فئات معينة، مم. زي فكرة اللي بيكرهوا ميسي بيقولوا عليه برغوت هم فئات معينة. مم. بس انت لو ما طلعت بره الفئات دي هتلاقي ان الناس كلها طبيعية وبتاكل وبتشرب وكلهم لا بس اسمه ايه. مورينيو فئة مورينيو او فئة كارهين مورينيو بيثير الجدل بشكل مش طبيعي. يعني مورينيو بيقسمها، انت مش يا اما بتحبه يا اما مش بتحبه، انت يا اما بتعشقه يا اما بتكرهه. ماشي. ما فيهاش حته في النص، ما فيهاش حته اللي هو انا بحبه بس عادي، لا انا مش بحبه قوي، لا انا مش مقتنع بيه بس هو هتلاقيها بنسبة كبيرة مفيش الموضوع ليه دعوة بانتمائك يعني. مش هتلاقي واحد، لا يعني انا عايز اجيب مش لك هتلاقي علي طارق بيكره مورينيو. مين علي طارق؟ واحد شجع سبيرز. فاهم؟ ايوه لا بس مع كامل احترامي لعلي طارق يعني، والكوهوس بتاعي في البودكاست مازن تاني، ماشي. بس هم اصلا جماهير سبيرز دول كانوا يحلموا بمورينيو يا عم ماشي، ما كنت كويس برضه. انا الفكره ان هو ايوه يعني بلاش يعني لو واحد بيشجع ميلان وهو كان بيمرن انتر مش تلاقيه بيكره مورينيو. تمام. فاهم الفكره ايه؟ انت بس في ابواق معينه وفي انواع معينه من الجماهير
بما فيها انتوا على فكره عادي جدا 100% رغايين وصوتكم عالي وعندكم شكراً. اتيتيود بص عليا ده. شكرا. فدي جايه من نبع اتيتيود بصوا عليا. انت دلوقتي هجيبها لك بمنتهى الامانه والصراحه. ايوه انت فرقتك بقالكوا كام سنه irrelevant. احنا بنتكلم عن يونايتد دلوقتي 10 سنين خلاص 11 جميل. سنة مثلا. وجودكوا على النت ليه لازمه فين؟ لما اتكلمتوا على كريستيانو رونالدو وخناقه تنهاج هو لما بتدسوا مورينيو. هل ليكوا لازمه غير كده؟ او لما تكسبوا حد في ماتش؟ يعني ايه لازمه الدس ده؟ انا مالي عشان انا هاخدها في حته تانية. ارسنال ماشي يلعبوا ماتشين كويسين ساكا فور بالون دور والجولدن بوي واي تريد ماي كيدني فور هيم وشويه الكلام الهلبقه ده ومارتينيلي احسن من لياو وشويه الاوهام دي ودي بعدين تخش في شهر 3 تخسر من فولهام وتخسر من بورنموث وتشيل من برنتفورد 3 وتعمل. فانت هو كل الكلام ده عباره عن ايه؟ دخان من غير كفته، الجمله اللي انت بتحبها طبعا. بس هم الدسات بتوع مورينيو دول بيعملوا ايه؟ هل ليهم اي كونتريبيوشن في المجال الكروي كجمهور؟ مش هقول لك كفرق، لا. انت خدتني فانت في حته. هو الموضوع كله بص. ان هو زي ما اتكلمت في الحته في اول بتاع، انت عايز تعمل ايه؟ ريتويتس وكليكات وتجيب كلاود. هتجيبه من مين يعني؟ أنا فاهم. هتجيبه من راشفورد ولا من مكتوميني؟ لا روح لمورينيو طبعا، هو اللي هيجيب. طيب ما خلاص. ما انت اصلا انت خدتني في حته انا ما كنتش عايز اروح فيها. انت خدتني في حته الجماهير، انا مش رايح ما عشان هو الجماهير. الموضوع جماهير. انت بتقول في ناس عندها انا عايز. هل الناس دي المجتمع الكروي؟ هل ريو فيرديناند بيطلع في البودكاست بتاعه بيدسوا؟ هل جيمي اسمه ايه لينكر جاري لينكر هو دخلوا اتجوزوا بعض طلعوا جاري لينكر بيدسوا في البودكاست بتاعهم؟ هل يا عم بتوع اونري وميكي ريتشاردز اللي هم بيصفوا على خلق ربنا في بينهم وبينه دس؟ لا. في مين اللي بينه وبينهم دس؟ الجمهور. اللي هو انهي اللي على النت اللي هم الناس اللي زينا اللي هتروح تشوفهم في ووتر واي عادي يعني، فاهم؟ مش ما انا بقى عايز افهمه. ما هو بقى مش اشخاص. طب بص ما هو معلش بقى عشان برضو حتى لو هو شخص عادي جدا او نكره او مش نكره. انا مش بتاع اتيتيود مورينيو، ما اعرفش يا عم. لا كده. انا فاكر انا قصدي ان هو في عالم كرة القدم عامه احنا كمشجعين بالظبط كانديفيدوالز ولا حاجه. ماشي. احنا بس اصوات عماله تهوهو على مش كلنا يعني. ماشي. انديفيدوالز كانديفيدوالز. ايوه فاهم. بس في ناس هيبقى لها تاثير. تمام ماشي. بس كل النقطه اللي انا بقولها يا جماعه ان مورينيو ده مدرب الشعب. ماشي. مورينيو ده من بدايته. مورينيو ده اصلا وهو بيمرن في روما جاله عرض، اكبر عرض في الدوري السعودي، ان هو هيروح الدوري السعودي وهيقبض اكتر مرتب لمدرب في تاريخ الدوري السعودي، ممكن في تاريخ العالم كمان. تمام. جاله عرض من منتخب البرتغال ان هو يمرن البرتغال في كاس العالم، ولكن قال لهم لا، علشان هو العلاقه بينه وبين جمهور روما قويه جدا، بيحب الجمهور وعايز يفضل في النادي رغم ان هو اصلا مبدون من النادي. النادي ما بيدلوش فلوس، النادي مش بيديله اي امكانيات. وبعدين يطلعوا يقولوا انت بتخسر ليه. ماشي. وطلع كذا مره بيطلع في مؤتمرات صحفيه يسالوه على تجديد عقد ويقول له كل ده متوقف على التعاقدات، كل ده متوقف على الاداره، كل ده متوقف على مش عارف ايه. مورينيو قاعد عشان الجمهور. مورينيو مكروه ليه؟ عشان زي ما الامريكان بيقولوا he says the silent part out loud. بمعنى ايه؟ لا الجمله اللي بتاعت يونايتد ان هو الليجاسي كل الناس عارفاها بس محدش بيقولها بصوت عالي. كل المشاكل بتاعت مورينيو هو بيقول البديهي بس بصوت عالي، فالناس اللي هو ما يصحش كده، فاهم؟ اللي هو كأنك في الميكروباص قلت لواحد جنبك ريحتك عرق. طب ما احنا عارفين ان ريحته عرق بس هتلاقي الناس كلها تقول لك إيه. انا اقول لك حاجه بقى في الكوره كلها عامه، المكروهين في الكوره دايما هم اللي مش مرشحين نفسهم في الانتخابات. بمعنى ايه؟ كريستيانو رونالدو مش مرشح نفسه في الانتخابات. مش فارق بمعنى ايه يعني. مورينيو مش مرشح نفسه في الانتخابات. بيب مرشح نفسه في الانتخابات جدا. حلو. فبي كده، فاهم؟ كلوب على حسب يعني بيرشح نفسه في الانتخابات فرقته. بس اي حد تاني انتخابات المانيه كده يعني ده وقت بيطلع السافوريا، فاهم؟ اعمل بقى النسخه دي على كل الناس. حلو. هتلاقي ان انت دايما هم نوعين من البشر في كرة القدم، مكروهين لهذا السبب، محبوبين لهذا السبب. بس يعني فيني لما نخلص هيبقى في انهي حته مورينيو وكريستيانو ليه؟ ان هو بيقول ومفوه. مش شرط، مش معنى مفوه دي ان هو بيتكلم واليكوينت وكده، معناه ان هو بيقول اللي على باله.
ترخ كده فاهم. بصوا يا جماعه الارقام يا جماعه. بورتو راح مورينيو راح بورتو كان بقالهم 17 سنه ما بيكسبوش الشامبيونز ليج. مورينيو راح تشيلسي بقالهم 50 سنه ما كسبوش البريمير ليج. مورينيو راح انتر بقالهم 45 سنه ما كسبوش الشامبيونز ليج. مورينيو راح ريال مدريد، برشلونه كانت فشخه الكلام، كانت معذبه ريال مدريد، كانت عامله فريق مرعب، مش هو بس اللي بالدوري طلعنا من الاسباني. حته ان احنا بنطلعش من دور ال 16 دي. بالظبط، فضلنا كان نوصل بقالكم سيمي 8 فاينل. سنين ما بتوصلوش دور ال 16 في الشامبيونز ليج، مورينيو طلعكم. يونايتد كان بقالهم 9 سنين ما بيكسبوش اي بطولات اوروبيه، كسب بيهم اليوروبا ليج. روما راحها وهم ما كسبوش ولا لقب اوروبي، وكسب بيهم الكونفرنس ليج ووصلهم نهائي اليوروبا ليج، وكان يقدر يكسبوا معاه ده اسمه ايه لولا ابن الكلب لوكاكو. انتوني تيلر. ما بتابعش قوي ده. اي ماتش سيفيا. اوكي. انتوني تيلر ما حسبش بينالتي، يعني الموضوع يضحك جدا. ماشي. تمام. ده مدرب الشعب، ده هو جيفارا كرة القدم بالظبط. ما الناس دي دايما هتلاقي عليها. عشان كده انا تيغوريست. حبي ليه كبير جدا جدا يا جماعه. مورينيو ده احنا لازم نقدره. ايوه فاهم. مش موجود منه كتير. الراجل بيعشق التشالنجز، هو بيشوف فيه تشالنج بيروحوا. مين مجنون نابولي بقى يطلع مين مجنون يروح روما، يروح برشلونه باذن مين الله. مجنون يروح روما ماشي. يروح سوري نابولي يكسب برشلونه مش يروح مورينيو قالوا له ماشي احنا هنديك اكبر عقد في الدوري الايطالي تمام، بس برضه روما هو بياخد في روما اكبر عقد في روما، بس برضه مين مجنون يروح روما. هو دايما بيختار الفرقه الاضعف ويروح. يعني احنا وقت اختياره ريال مدريد وفي وجود برشلونه ده اختيار كان مجنون، بس احنا كنا محتاجينه، هو ما كانش محتاجه الصراحه. عشان كده لازم تريسبكت مورينيو. ما انا بريسبكته، مش انت انا بقول انا بكلم المشاهد، بكلم المستمع. اللي ما بيريسبكتش مورينيو عمره في حياته ما هيريسبكته، لان هو بينه وبين نفسه تقييمه لمورينيو غير مؤثر. هو بالنسبه له انا عايز ابيع كرهي من الاخر يعني. فهي الموضوع شخصنه للشخصنه، مش شخصنه للحب او الكره او whatever فاهم. هي شخصنه ان هو انا حطك في دماغي. وفي ناس بصراحه وانا وانت عارفين لما بنتكلم على مين ما تاخدش كلامهم بجديه يعني. هو بيبقى اللي هو قاعد بقاله كتير بتاع عايز زي ما انا يعني، ما انا قلت له بمنتهى الامانه يعني انا لولا الفيوز مش هتكلم على منتخب مصر سهله فاهم بجد. لولا ان الموضوع ده بيجيب كلاوت محدش هيتكلم على كريستيانو محدش هيتكلم على مورينيو بمنتهى الامان. بس جندر بندر وخش بيه. في طلع خبر اظن الاسبوع اللي فات كده مع بدايه كاس الامم الافريقيه ان كان في لعيب غاني رفض ان هو يسافر المنتخب. لا بتاع ليستر. ايوه صح انا ما اعرفش ليه قلت ليستر. عارف هي نفس الفكره نفس القصه اصلا. في واحد في سيلتك برضو؟ لا هو انا افتكرته في سيلتك. اوكي ماشي. المهم يعني ان هو رفض ان هو يلعب مع المنتخب في كاس الامم الافريقيه، رفض ان هو يسافر. لعب مع ليستر سيتي، عمل فاول، كارت احمر مباشر، وقف في 3 ماتشات، هيرجع يوم 10 فبراير. تمام. فده اللي هيدخلنا في الحته بتاعه الكلاش اللي بين اللعيبه اللي بتلعب في اوروبا، اللعيبه الاوروبيه ومنتخبات بلادها. سميها بقى انتماء، لان هي ممكن تاخدها من كذا حته. ممكن تاخدها حته ولاء اللاعب للبلد. ليه اللعيبه ما عندهاش ولاء لبلادها بحيث ان هي بتفضل النادي على البلد؟ ممكن تاخدها من الحته دي. ممكن تاخدها من حته ان الضغط اللي النادي بيحطه عليه ان هو لو مشي وراح للمنتخب بتاعه مكانه ممكن يكون في خطر لو هو اصلا بيلعب اساسي. ممكن ان هو لو بيلعب احتياطي بقى يبعد اكتر واكتر. ففي ضغط الانديه بتحطها. وفي حته كمان اللي هو ما انا عارف الغرور اللي هو ان انا لو مش هلعب انا مش رايح. ماشي دي بتاعت منتخب السعوديه مش كده. ماشي هقولها لك، بس انا نمسك افريقيا الاول. افريقيا عندك حاجتين سوشيال قوي يعني. كام لعيب من دول اتولد في البلد دي وكبر فيها وبالنسبه له البلد دي هي انتمائه مش الملاذ بتاعه علشان ما عرفش يلعب في منتخب تاني. اوكي زي ناكي ويليامز مثلا وعد زي ما تعد مغاربه كتير جزائريين كتير اللي هو زي عوار مثلا. فالناس دي بصراحه ان انت تطلب منهم انتماءات والجو ده كلام شعارات، ده كلام مسلسلات في التلفزيون. تمام. اللي هو جدي ما اعرفش ايه فانا انتمي لهذا الوطن والكلام. الناس دي بتلعب لسبب واضح وصريح هو نفسه انه لازم يلعب في منتخب عشان يحقق انجازات او عشان عايز يلعب في منتخب. تمام. علشان عقده زي في التمثيل لما واحد بياخد فيلم او مسلسل معين عشان هيعلي له اجره خلاص. فده في افريقيا
عندك جزء تاني في افريقيا، الناس اللي مولودين في البلد دي وشافوا الفقر والبتاع وكده عندهم انتماء، زي اوزيمان خلاص، بتحس كده زي دروجبا زمان، زي بتاع. الموضوع كمان مش مرتبط بوقت. وفي منتخبات باتحاداتها عباره عن اجاريه، ابجني تجدني، مش هتأبجني مش هتجدني، زي الجابون وأوبا، وكان اسمه ايه اللي في نص الملعب بيلعب في وولفز، لمينا والناس دي. هتديني فلوس هلعب، مش تديني فلوس مش جاي. هخلع. سهلة بسيطة. ففي قارة أفريقيا مفهومة شوية. ليه؟ لأن ندرة الموارد، قارة ضعيفة، قارة فقيرة. 90% من اللعيبة اللي احنا شفناهم دول دي مش بلدهم أصلا، أو عندهم ديول ناشوناليتي، هو بيفضل ما بين اتنين، أو مش هينفع يلعب هنا فهيلعب هنا. ماشي. يعني إبراهيم دياز مثلا لو راح لعب في المغرب، هقول له ليه يبقى عنده انتماء للمغرب؟ اوكي حلو، فاهم؟ تمام. ده اول نقطه. ماشي. تاني نقطه بقى بتاعت الانديه، اللي هو اللعيبه اللي عايزه تروح المنتخبات بتاعت بلدها. ماشي. ما هو حصلت السنه اللي فاتت، لا كاس الامم اللي فات تقريبا مع اسماعيل صار مع السنغال لو فاكر. كان ده واتفورد. واتفورد. ما هو لاعب يا عم، كان واتفورد، بس كان في حوارات بين ان هو مصاب ولا مش مصاب. طب بس لاعب بطوله هو كلها مصاب فمش هنوديه. فاهم قصدي؟ كان في حوارات كده. بس دايما بنحس ان الانديه بتحط ضغط على اللعيبه، اللي هو مثلا هو كده هنمشيكم متاخر كده اللعيبه. ايوه، وحوار اونانا ده والجو ده انا عارف لا سيبك من انا عشان متاكد ان هو اللي كان عايز يقعد. ما انا عارف. وماتش اصلا ملوش لازمه اللي قعد له ده، بس تمام. النوادي كده في طول الوقت، حتى لو بتلعب فوتبول مانجر عندك الاوبشن ان انت دايما تبيض. بمعنى ايه؟ ان انت كان دايما عندك فوتبول مانجر اوبشن ان انت تشترط عليه انه يلعب شوط واحد. فده معناه يديك، اذا كانت الفيديو جيم اللي هي المميكنه بتدي للنوادي الاوبشن ان الاولويه دايما ليك. فهي كره القدم لان هي دلوقتي لعبه راسماليه بحته، مش لعب، مش كره مش رياضه. كره هو بروجكت راسمالي زي السينما كده بالظبط. فانت دلوقتي اكتر ناس معاها فلوس وبتجيب فلوس للشغلانه النوادي بالظبط، مش المنتخبات. فدايما هيبقى لهم هم الاول، زي في كوكب وزي في السينما. المنتجين هم الناس اللي ما ينفعش تتشتم، يعني هم اللي ماسكين القرش. بس الممثلين ممكن يشتموا مخرج ويشتموا بعض، ممكن يشتموا كل الاندستري. بس تيجي عند المنتج هوب ستوب بالظبط كده. هي نفس الفكره. انت لو شتمت النوادي دكش حاجه خلاص، فاهم؟ يعني النوادي ممكن تهدد اي حد باي حاجه. فده الجزء اللي هو بتاع الانديه. ليه بتعمل كده؟ الانديه بتحافظ على مقدراتها اللي هي تتمثل في اللعيبه. اقدرش الومهم لان ده الكوره عامله كده. المنتخبات زي ما قلت لك في افريقيا وكده. في اسيا انا اقول لك حاجه، ودي كانت عندي بقى بيرسبشن من وانا طفل صغير يعني. انا وانا صغير ودايما عندنا نظره كده سطحيه على الخليج يعني. بالنسبه لي عمري في حياتي ما افهم ليه واحد سعودي او اماراتي او قطري يلعب كوره، او بيلعب كوره عشان هو بيحب الكوره. بس هو مش محتاج الكوره في حياته، محتاج يلعب كوره. بالظبط. بالذات لو بصيت على اسامي اللعيبه كلها هتلاقيهم كلهم من 3-4 عائلات. فاهم؟ تمام. يعني هتلاقي نص منتخب السعوديه من الدوسري، هتلاقي نص منتخب معرفش ايه من عيله ايه، الكويت من عيله ايه، الجو ده خلاص. انا بقول لك نظره صحيحه، ممكن كلامي ده ما يكونش يمت للواقع بصله. جميل تمام جميل. فبحس مش اللي هو انتماء وطنيه والبتاع ده، هم بيلعبوا الكوره كده. وبعدين لو اتفرج على الدوري السعودي هتلاقي دايما يعني المفروض اللعيب السعودي ده عايز يثبت نفسه بقى ويسترجل وكده، ما بيعملش حاجه غير لو يعني هم 2 لعيبه بالعدد وباينين فشخ. انت وديتنا لثالث نقطه. في واد اسمه فيصل في الهلال بيلعب نص ملعب فشيخ عشان بيعمل مجهود. الباك ليفت اللي وراه على طول سعودي، ده بيقعد يلعب في مناخيره في طول الماتش ما بيتحركش. فاهم؟ في اسمهم ايه دول في النصر، في واد اسمه غريب حريف فشخ بيلعب وينج يمين وشمال وبتاع وعايز يلعب كوره وباين فشخ، ورونالدو متبنيه وبتاع والجو ده. ترجع خط الباكات بعدك بخطوه هتلاقي واحد عمال يلعب في ودنه. فاهم؟ هم يا جماعه الناس الانترستد باينين. البليهي انترستد. سلمان الفرج مش عايز يلعب كوره اصلا اهو. ما هو ده واحد يا جماعه اللي مش عارف. انت شفت سلمان الفرج وهو بيلعب كوره؟ بيلعب بالشوكه والسكينه ومش هرجع ادافع، ده لعيب نص ملعب. فانت اصلا من بنظرتك ليه تعرف ان ده مش عايز يلعب كوره؟ واحد زي سالم الدوسري عايز يلعب كوره. ده راجل وبينزل ويعمل مجهود وتلاقي صوره في الجيم وبتاع ده والكلام ده كله.
هتلاقي ناس تانية مش عايزة تلعب. طب ممكن بس نشرح بس للناس اللي حصل عشان احنا بنتكلم في ماشي. الموضوع ده، ودي كانت تالت نقطة. طيب بصوا انا هحكي لكم اللي حصل بالظبط، عشان حصل عكش في بيف بين مانشيني وبين سلمان الفرج وسلطان غنام ونواف كنت متأكد العقيدي. ان سلطان غنام واحد منهم. سلطان تمام. غنام ده شبيه لاعبين مش لعيب بجد. الماتش قبل او في المؤتمر اللي قبل اول ماتش في كاس اسيا، طلع روبرتو مانشيني قال لك اتسأل على الثلاث لعيبه دول، قال لهم هم اللي اختاروا ما يبقوش موجودين. تمام. فهو لما اتسأل قال لهم انتوا تسالوهم، هم ما تسالونيش انا، كل اللعيبه دي كانوا في قائمتي من الاصل. سلمان الفرج قال له ان هو مش عايز يلعب ماتشات وديه قبل كده. سلمان الفرج ده اصلا بيبقى سليم 3 ماتشات في الموسم يا جماعه، ما احنا ناس مش هتفتكر. سلمان الفرج ده لعب في ماتش الارجنتين 60 دقيقه واتصاب، مش مرجعش البطوله، هو مرجعش حد ما الدوري السعودي ابتدى. سلمان الفرج ده بيلعب في الهلال، اكتر فرقه الناس في مصر اتفرجت عليه الهلال. شفتوا سلمان الفرج في الملعب يا جماعه؟ ما هم بنلعب بميلانكوفيتش سافيتش وبيلعب جنبه باسمه ايه ده روبن نيفيش، بيلعب فوقيهم مالكوم. مين اللي بينزل من على الدكه؟ سلمان الفرج؟ لا مش سلمان الفرج، اسمه ايه التاني؟ كانو. إيه شفتوا سلمان الفرج فين عشان يتشرط على الدنيا يا جماعه؟ ما هو بالظبط، ما هو مانشيني بيقول له انا اللي هحدد انت امتى تلعب وامتى ما تلعبش، وما يلعبش اصلا. واد حريف واشول وبتشوت فاولات حلوه وكل الكلام ده، وتاليسكا الغلابه وكل الكلام ده جميل، مش مهم. مش مهم خالص، فاهم يعني؟ هتلعب مثلا بكنو وفيصل اللي انا قلت لك عليه اللي بيلعب في الهلال ده، واي حد تالت عسكري مش فاكر اسمه ايه اللي كان في المنتخب السعوديه اللي كان بيلعب في نص الملعب، كان مان اوف ذا ماتش في ماتش ارجنتين من كتر ما بيعمل مجهود دفاعي. يلعب بيهم وخلاص، تقعد توجع دماغك بقى. سلمان الفرج عايز يلعب سروب كعبه ولا ما اعرفش اسمه ايه، سلطان غنام عايز يرفع من نص الملعب، لا سلطان غنام ولا عايز يلبس كوبري وهو بيعدي على اليمين فيلبس فرقته. سلطان غنام اللي كان عايزه ان هو يبدا اساسي، قال له انا مش هبدا اساسي، انا مش هاجي. ما يجيش. اصل هم يا جماعه كلهم لعيبه 5 من 10 ما عدا 3. ال3 دول ملتزمين خلاص. روح يعني. والبليهي كويس، تنبكتي كويس، ده خط دفاع. تنبكتي عامل مشاكل؟ لا بس اصلا مصاب، ما اعرفش موجود اصلا ولا لا. نفس الكلام حصل برضو مع نواف العقيدي، اللي هو اتكلم مع يعني راح اكشلي المعسكر وبعدين اتكلم مع مدرب الحراس، هو ده مش الجون الثالث المنتخب. قال له انا مش عايز اكمل لو انا مش هلعب اساسي. مش ما هو عمره ما هيلعب اساسي يعني. اول 2 اجوان للمنتخب واحد منهم ما بيلعبش عشان بونو راح الهلال، مش فاكر اسمه ايه، اللي هو كان بيلعب في الدوري لويس. والتاني بيلعب اصلا اساسي في اسمهم ايه دول، في الاتحاد، وفورمته زي الخرا خلاص اللي شفته في ماتش الاهلي. والتالت ده توتالي irrelevant، قصير اصلا، فاهم يعني؟ التالت ده اساسا تحت الطول. انت عنصري عامه ضد القصيرين. لا الاجوان القصيرين doesn't make sense. انا انت واقف جون قصير كانك بتقول لي لعيب باسكت قصير. لو بلاي ميكر ماشي، لكن انت مثلا بوينت جارد قصير ازاي يعني؟ فاهم؟ تمام. انا كده خلصت عامه الملاحظات اللي عندي على الجندر بندر بتاعنا. بصوا يا جماعه من الاخر سكه ودغري، احنا مش هينفع نسجل حلقات صباحيه تانية. بس اتمنى ان انتوا تكونوا عجبتكم الحلقه دي واتمنى ما نحملش كرة المنتخبات فوق طاقتها، هي كرة اي كلام. هي بس هي ممتعه والله، من الستوري لاينز اللي بتطلع ممتعه لو عايز تفسي دماغك، كان غير كده ملهاش اي. ايوه يعني انت وانت بتتفرج على كاس الامم الافريقيه بتشوف جون عبيط زي اللي انت كنت بتتكلم عليه بتاع زامبيا ده، بتشوف حاجات هبله بتحصل مع فريق. بس الرغي الكتير ده يعني بالذات في منتخب السعوديه ده مفكرني قوي برغي الدوري المصري، ان انت لعيب عمرك في حياتك ما تكون سمعت عنه، والزمالك والاهلي بيتخانقوا عليه، والنادي بتاعه وهو بطل يروح التمارين، بعد كده بيروح واحد من الاهلي والزمالك ما يلعبش، بعد كده يقوم رايح اعاره المصري، بعدين يقوم مصر مقصه شاريينه، بعدين يروح يا سيراميكا يا فيوتشر ويبطل كوره. فيا جماعه يعني بنقعد ندي حاجات مالهاش حجمها زي بتاع حوار السعوديه ده بس عشان ريسنت. بس انا متاكد من غير ما اعرف ان انا لو دورت في التاريخ هلاقي ان دي حاجه مستمره 100% مستمره. فتمام يعني تمام. ويعني اخر حاجه اقولها بس مش مبروك قوي، كان نفسي منتخب فلسطين يكسب بصراحه، انه حط على اللي كانوا بيلعبوهم. بس بالتوفيق لسه عندهم امل، لو كسبوا هونج كونج يعقدوا المجموعه قوي على اللي كانوا بيلعبوهم، وكده كده ايران ان شاء الله هتتاهل ان شاء الله. شكرا ليكم، اشوفكم الاسبوع الجاي. بيس.